الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ويوم السيد وأنتم وإن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الغلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يضل في مغمسة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله لكم مما أحسن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافرين ولا متخذي أخدان ومن يكن بالإيمان فقد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فادخروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله الله عليكم وميثاقه الذي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم فيبسطوا إليكم أيديهم وأيديهم واتقوا الله وليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ويغفرنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن كفر بعد ذلك منكم فأضل سواء السبيل بما لفظهم
ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة حتى ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه إلى صراط مستقيم. وقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه مغفرة جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يعلم ما يشاء والله على كل شيء قدير. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير وجاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم وتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لم ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم بباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فتمنى ربك فقاتلا إنا قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي الأمر بيننا وبين قوم فاسقين. وإنها محرمة عليها فإن سنة يأتيهم بها تشاء قوم فاسقين. علينا أبناء آدم بالحق ضر وقربانا فتقبل أيديهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. بسطت إلي يدك لتقتلني وأنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. لو نسوا الأخير قتله وأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجز أن أكون مثل هذا الغلام فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. لذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءكم بالبينات وإن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
مثله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه السماوات أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا للكذب أكالون للسعود فإن جاءوك فاحكم بينهما واعرض عنهم وإن تعرض عنهم يعلمونك وعندهم التوراة فيها والله ما يتولى ما بذلك وما أولئك بالمؤمنين. أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ولا تخشوا الناس وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاصا وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم وسلوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم فيه وأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم احذر من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله والنصارى أولياء بعضهم أولياء واليوم يتولون منكم بينهم من الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى تصيبنا لا يهدي القوم الظالمين.
الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل يأتيهم إذا والله واسع عليم وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين إلى صراط قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون وننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الذين آمنوا أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل إذا جاءوكم قالوا آمنا واتخذوا اليوم ظنوا الله كثيرا من يسارعون في الأرض بصدق بما كانوا يعملون لا ينههم الربانيون لما رأوا بمثالهم بصدق بما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويصنعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين أما الكتاب آمنوا واتقوا فكفرنا عنهم سيئاتهم وأدخلناهم جنات النعيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم فأكلوا من فوقهم من تحتهم منهم أمة مقتصدة وكثير يخشى ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يحسبك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ويزيدن كثيرا مما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تسامحوا بكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا لما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون حسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا وأتيهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إلا من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإذا لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا بهم عذاب أليم فلا يتوبون إلى الله ويتخذونه والله غفور رحيم المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة ولا يكون الطعام كيف نبين لهم الآيات ثم أنزلنا
إليكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم يضلون الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لا يتناهون فيفعلون بئس ما كانوا يفعلون كثيرا منهم يتولون الذين كفروا بئس ما قدمت لهم أنفسهم وسخط الله عليهم في العذاب خالدون بالله والنبي وما أنزل إليهم واتخذوا أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من دمهم وعرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين لا نؤمن بالله وما جاءنا لا يهدينا وأما بصالحين أعطاهم الله ببعض قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تحلوا إن الله لا يحب المعتدين كلوا مما رزقكم الله لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فاحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واعملوا ما توليتم واعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه وأيديكم ورماهم ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن ذلك فله يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم في ذوي عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ذلك صيام ليذوق وباء بأسلف من أدخل تاب الله منه الله عزيز ذو انتقام وإلا لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما الكعبة الميت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والغلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم وأن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم إلا البلاء والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ولو أعجبك الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حرام ولكن الذين كفروا يفترون على الله ما يعملون إذا قيل
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا وجدنا عليه آباءنا وكان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم من أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولياء يقسمان بالله شهادتنا إلا أن تتيما وما اهتدينا إلا من الظالمين لأن أن يأتوا بالشهادة مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون عائدة لأرضنا وآمننا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منذر عليكم ومن يكن أدمنكم بيني وإذا الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليه الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم لا يملك السماوات والأرض وما فيها وعلى كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم ثم قضى أجلا وأجلا مسمى ثم أنتم تمترون في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كأنهم كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم الله ما كانوا به يستهزئون. لو كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم من
وزها بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون بالأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم ولا يؤمنون وسكن في الليل والنهار والسمع غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يدخل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم يصرف يومئذ عليهم وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو العزيز الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى لا أشهد إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه وما يعرفون نظلم ممن افترى على الله يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ولكم ليست ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها أساطير الأولين ومنها إذ وقفوا على النار لهم ما كانوا إذ وقفوا على ربهم قال ليس قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرة نعلم إنه ليجرك الذي يقولون إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفعا في الأرض أو سلما في السماء إنما يستجيب الذين يسمعون الموتى يقظهم الله ثم إليه يرجعون الذين عليه آية من ربه وإن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا من أمثال ما فرنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم رأيت من أتاك قل رأيتكم إن أتاك عذاب الله وأتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين يدعون وما تدعون إليه
فتحنا عليهم الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم غير لا يأتيكم ينظر كيف نصرف الآيات وما نجدها ورأيتكم من أثار وما نرسل المرسلين إلا مبشرين الذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يكسبون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي وليس لكم والمسير فلا تتفكرون الذين يخافون أن يشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقد هدي الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك حسابهم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده فإنه غفور نفصل الآيات وإذا السبيل سبيل المجرمين الذين تدعون من دون الله إلا أن بآبائكم والذين وما لم يكن شديد قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به أو أن عندي ما تستعجلون به لقد يأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرعتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم وينبئكم بما كنتم تعملون الطائر فوق عبادي ويرسل عليكم فقد حتى إذا جاء إلى الله مولاكم الرحمن لكم ومن ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وبطلين جئتنا من هذه الأكوان من الشاكرين والله يأتيكم منها من كل فن ثم تبلغون والقادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون كذب به قومه وَلَقُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقبل إليهما وهم الظالمين يدعون ليس بهم شيء ولكن إليه لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عبد لا يخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا وابتلوا بربهم بعذاب أليم بما كانوا يقولون من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا
وتناد الشياطين في الأرض حيران الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور الذي خلق المخلوق قال إبراهيم لأبيه ذلك نريد ما جل عليه الليل القمر بازغا قال هذا ربي لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي وجهت وجهي بالذي فطر السماوات والأرض حج القوم قال تحجوني بالله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله الذي آمنوا وحجتنا آتيناها إبراهيم إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود ذلك هدى الله يهدي من يشاء أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة أن يكون الذين هدى الله والهدى ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه مراديس يبدونه ويخفون كثيرا وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن الله ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم فردا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلك هو الله فأنا تفكرون وجاعل الليل والشفع وما أطال ذلك تقدير العزيز جعل
به نبات كل شيء فأخرجنا منه قدرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من دلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير والسماوات والأرض أنا يقول ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو تدركه الأبصار جاءكم بصائر من ربكم يصرف الآيات اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو ولو شاء الله فيسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة أمرهم إلى ربهم فجاءوا بما كانوا يعملون أقسموا بالله جد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يكن فيهم ومرت ونذر في طغيانهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء ولما كانوا يؤمنون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض فائدة الذين أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفسرا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربهم بحق ولا تكونن يا مبتلين تمت كلمات ربك صدقا وأنزلنا بمجان كلماته والسميع العليم غافلا ليضلوا عن سبيل الله يتبعون إلا الظن خير بلا يرسلون وقالوا من يضل عن سبيله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وأنتم بآياته مؤمنين ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين كسبوا من الزيتون إما كانوا يختلفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليكفروا فيها وما يكفرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته تصديق الذين علموا سواء عند الله وعذاب شديد بما كانوا يكفرون الله أن يهديه يجعل صدره للإطلاق ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ذلك يجعل الله الرجال الذين لا يؤمنون
استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا مكانتكم مني عاملا وسوف تعلمون تكون جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائنا قتل أولادهم شركاؤهم أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا غيركم أدخل الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حساده ولا تسرفوا إن الله يحب المسرفين حمولة وفرشا الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله فيما أوحي إلي محرما على طاعم يدعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما بالهوايا وما تلت من ذلك جزيناهم ببغيهم وإلا نسألهم كذبوا فهم ربك ذو رحمة واسعة ولا يرد مسرعهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل لكم من الله تؤمنون ولا تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرجون ولله حجة بالغة فيخشى الحجة
شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع الذين يتبعون الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وآتينا موسى الكتاب على الذي يصنع تفسيرا لكل شيء ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم ترحمون. أم تقولوا إنما أنزل الكتاب والطائفتين لقوم يعلمون أن ليست غافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم فمن أظلم ممن وهدى ورحمة كذب بآيات الله وكذب عنها سنجزي الذين يكذبون عن آياتنا سبل ذلك ما كانوا يكذبون. ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحبتي لله رب العالمين لا بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. غير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تجد واحدة إلا أولئك إلى ربها مرجعهم وينبئهم بما كنتم به تختلفون. والذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما